هو طبعا دي بقت طبع الناس في الزمن ده، واللي ما يعملش كده انا اسف في اللفظ هيبقى شاذ، يعني مش طبيعي. صباح السعاده، وان شاء الله اللي جاي احلى واجمل مليون مره مهما حصل ومهما كان ومهما كانت الظروف، طول ما ربنا موجود. دي بقت مشكله الزمن، ومن اكتر الحاجات اللي بتضيع فلوس الناس وجايبه لهم توتر وقلق هي الصرف. الفلوس على الشكل، على المظهر، على العربية، على الموبايل، المهم يبان شكل حلو قدام الناس. الحياة بقت مادية جدا، يعني بقينا بنقيم الناس من قبل ما نتكلم معاهم بمفتاح عربيته، هو ساكن فين، هو لابس ايه، البراند اللي لابسه، جزمته، نضارته. الدنيا بقت تافهة جدا، بقت تافهة جدا، والمشكلة ان السوشيال ميديا بقت بتساعد على ده. انت دلوقتي وانت بتقلب على السوشيال ميديا، كام فيديو ولا كام بوست بيكلمك عن الاخلاق، عن التعليم، عن العلاقات الانسانية، وكام بوست بقى بيكلمك عن براندات وساعات ماركات وجزم وبدل، وتشتري ايه منين وتلبس ايه على ايه، والشياكة ان انت تعمل شعرك ازاي. والموضوع ما بقاش للبنات بس، كان زمان الموضة ولا البنات، لا دلوقتي الولاد والرجالة بقوا بيهتموا بالموضوع ده جدا. وتأنق لتتألق والكلام ده كله. والأصعب إن الأجيال الجديدة اللي طالعة بقى، الأطفال والحاجات الحلوة اللي طالعة، يعني بقت متربية على كده. بقى التقييم بقى انا لازم اغير تليفوني عشان تليفوني بقى قديم، اجيب الموديل الجديد اجدد. طبعا دلوقتي انسى في موضوع العربيات، بس كان قبل كده اللي هو العربية بقى شكلها وحش، فلازم اجيب عربية عشان يبقى شكلي حلو. لازم مش عارف في البنات بقى الموضة، شنطة ايه نزلت وجاكيت ايه نزل وجزمة ايه نزلت. بقينا بنغير الحاجة ونصرف كتير ونحرق في دمنا عشان يبقى شكلنا عليه القيمة، مع ان الحقيقة المطلقة ان قيمة الانسان لا في لبسه ولا في شكله ولا في موبايله ولا في عربيته. انا عارف ان الموضوع ده صعب في الزمن ده، بس هي دي الحقيقة. فكر معايا كده، انت لما هتعيا، ربنا يديكوا الصحة، هتروح تكشف عند دكتور عربيته ولا لبسه ولا علمه وخبرته؟ لما هيبقى الموضوع له علاقة بانك تكشف عند دكتور او انك عايز تخف، لما هتبقى عايز تتعلم او تدي ولادك دروس، هتروح للمدرس اللي عربيته ولا مش عارف ايه ولا نضارته ولا شقته، ولا الدكتور سوري المدرس اللي هيعرف يعلم ولادك؟ هو ده الفرق بين القيمة والتمن اللي احنا عمالين نتكلم فيه، وده ينطبق على الدول. الصرف الكتير ممكن يخلي تمنك غالي، تبقى بني آدم شماعة، شماعة متعلق عليها هدوم غالية ومتعلق عليها جزمة غالية ومتعلق عليها موبايل غالي وعربية غالية، لكن قيمتك لا تساوي أي شيء. ياما على رأي حسين الجسمي، البدل بتداري سلطة ومحدش داري. ناس تشوفها اوعى، والمظات واكسسوارات وذهب وساعة الماظ وميدالية الماظ، اول لما يتكلم تلاقيه ماسورة مجاري طفحت في وشك. انا مش ضد الشياكة، مش ضد الاناقة، لازم يبقى شكلك حلو، بس شيك وحلو مش معناها ان لازم يبقى غالي، مش لازم تصرف كل فلوسك في الكلام ده. في حاجات اهم تصرف فيها، مش لازم تبقى حارق دمك. انت ممكن تبقى شيك جدا من غير ما تصرف غالي جدا. النظافة ملهاش علاقة بالصرف والفلوس، نظافتك في شكلك، في تسريحتك، في الخلاصة يا جماعة، ركزوا في القيمة أكتر من التمن. ما تقيموش الناس بممتلكاتهم، قيموا الناس بأخلاقهم وتصرفاتهم وقيمتهم لينا. حاول تبقى بني آدم قيمتك غالية مش تمنك غالي، وصدقوني والله 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 هتفرق. وفي أمثلة كتير من المشاهير كده، دكتور مصطفى محمود، دكتور عبد الوهاب المسيري، دكتور أحمد زويل، وناس تانية كتير. ما تحرقوش دمكم وتزودوا التوتر بالذات في الأيام الغالية والصعبة دي بالصرف على التفاهات دي، واستثمروا في نفسكم وقيمتكم أكتر، هتحسوا فعلا بالسعادة. وصباح السعادة.